اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. وصفة جميلة جدا. تابعوني. الوصفة بتاعتي هتعجبكم جدا ومش هتبطلوا تعتمدوها طول ما انتم بتعملوا سمك مقلي. الوصفة دي للأسماك المقلية. نوع من أنواع الكفر اللي بعمله على السمكة. كفر جميل بيدي بقى، بص، كريسباية كده للسمكة. بتبقى كريسبي ومقرمشة كده من بره وجميلة وجميلة جدا. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم لما تجربوها. انا جبت بقى فلفل احمر وفلفل اخضر الوان، حباه حراق حباه سبايسي حباه بارد، اللي تحبيه حطيه. طبعا جبت 10 فصوص توم. كتري التوم وكتري وبلاش تستخسري في التوم والكمون. سمك يعني توم وكمون وليمون وشطة وكزبرة، وكمان حطيت كركم عشان يعزز اللون معايا ويخلي لون السمكة كده أصفر وجميل معايا. ضربت الكلام الحلو اللي أنا قلتلكوا عليه ده في الكبة بسرعة بسرعة، ضربتها في الكبة. السمك بتاعي مغسول وجاهز على متنضف وجاهز على طول على الشغل فيه. مغسول غسلة جميلة من جوه ومن بره ومغسول بالليمون وجميل وخلاص. ابتدي بقى اتبل السمكة بتاعتي من قلبها من جوه ومن بره، واغلفها كده بالغلاف اللي انا عاملاه اللي هو التتبيلة بتاعتي دي، واسيبها بقى تتشرب من التتبيلة دي، يعني من ساعة لساعتين، لغاية بص ما السمكة تتشرب ويتوغل فيها الوصفة اللي انا عاملاها دي او الخلطة اللي انا عاملاها دي. هبتدي بقى اجيب كمية الدقيق بتاعتي. كمية الدقيق بتتناسب تبع حجم السمك اللي هتقليه، كتير او قليل. يعني ما اقدرش احدد لك كمية الدقيق، لان انت ممكن تقلي سمك كتير او سمك قليل. طبعا ديت تبع كمية السمك بتاعي. بجيب بقى الدقيق بتاعي، ولاحظوا ان انا هقسم الدقيق ده لنصين. نص عايزاه في اول الوصفة والنص التاني هقولكوا هنعمل بيه ايه. ببتدي ابهر النوع ده الدقيق ده، واحط عليه نفس البهارات اللي حطيتها، ولو موجود عندك بهارات سمك حطيها. نفس البهارات اللي حطيتها في الخلطة الأولانية بحطها على الدقيق كله. كركم وكزبرة وكمون وشطة، والملح بتاعي بظبطه. طبعا ديت الوصفة دي جميلة، ولو عندك بهارات سمك كمان حطي كمان معلقة منها، هتوديها في مكان تاني. هبتدي بقى اقلب الدقيق ده كله مع بعضه. نسيت احط مكون، وهو اهم مكون في الخلطة بتاعتي، هو النشا. انا هحطه دلوقتي، هجري بسرعة وافتكره واروح اجيبه واحطه. طبعا مكونات حبة الدقيق اللي حطاهم معايا دول متبهرين بالبهارات اللي انا مبهره بيه السمك اساسا. طبعا نشا اهوت انا كنت ناسيه احطه في الاول، فطبعا حطيت آه يعني تقريبا كده ربع كمية الدقيق اللي موجودة عندي، بحط الربع بتاعه نشا. كتري النشا برضو، هتدي قرمشة وهتخلي السمكية كريسبي كده وجميلة معاكي. هبتدي بقى ان انا اعمل ايه. هقسم الدقيق ده اللي انا خلطته بالمكونات الحلوة بتاعته ده لنصين. نص عايزاه في طبق تاني، والنص التاني زي ما هو في نفس الطبق. نصلي على الرسول بقى. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. ادعموني بقى واعملوا لي لايك واشتركوا لو ما كنتوش لسه ما اشتركتوش في القناة، عشان يوصلكم كل جديد، والقناة تكبر وعيلتي الجميلة تكبر اللي بتزيد يوم عن يوم. وبحبكم كتير في الله. الوصفة اللي هي الدقيق التاني، انا سبت الطبق التاني بالدقيق بتاعه. الوصفة دي جبت عليها بقى الليمونة، وبدأت ان انا اقطع الليمونة واعصرها عصرة كويسة على الطبق دي، وبدأت ان انا احط فيه ايه، مية. مية عشان اعمل خليط شبه خليط الكيكة. شبه خليط الكيكة كده يعني، وانا عايزاه تقيل قوي ولا انا عايزاه خفيف زيادة عن اللزوم. انا عايزاه، شفت خليط الكيكة اللي بتشتغلي بيه، خليط متجانس متقاوم قوامه كده يعني، ولا هو غليظ ولا هو خفيف، زي ما هوريكم دلوقتي. بوريكم الخليط اهو، ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك. الخليط ولا هو تقيل
ولا هو خفيف، عشان لما اجي اغلف السمكة يمسك على السمكة بتاعتي واعمل لها كفر جميل. ببتدي بقى السمكية اللي انا متبلاها بالتتبيلة بتاعتي الحلوة دي، القمر دي، انزلها في الدقيق اللي انا حاطة عليه المكونات كلها برضو. ولاحظوا الملح، حاطة ملح في السمك وملح في الدقيق، فحافظوا في توازن الملح عشان ما يبقاش حادق قوي. بعد ما بغلفها بالدقيق الناشف ببتدي بقى ايه، انزل بقى اديلها كفر بالخليط اللي انا عاملاه، شبه خليط الكيكه بالظبط يعني، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. اللهم بارك، ما شاء الله. ببتدي انزل بقى في الطاسه، طاسه غزيره من الزيت، فيها زيت غزير يعني. وببتدي بقى ان انا احمر السمكه بتاعتي تاخد لون من الجوانب، وطول ما هي في الزيت ببتدي احمرها، اقلبها يمين وشمال، اديلها تقليبه يمين وشمال. ببتدي بقى اعمل الكمية بنفس الطريقة اللي انا قلت عليها دي. انزل بالسمك في قلب الدقيق الناشف، وبشتغله من الدقيق الناشف. احطه بقى فين؟ في الخليط بتاعي التاني اللي هكون منه الكفر الجميل القمر ده. طبعا ما شاء الله لا قوة الا بالله، السمك بيتحدث عن لونه. انا هنا كنت بنزل زيت فوق السمك لسه، وزيت السمك ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك. يا رب بألف هنا وشفا على كل حد وكان له نصيب واكل منه. وببتدي بقى بعد السمكية ما بتاخد لون، شوفوا ما شاء الله شكلها عامل ازاي. طبعا انا ما قدرتش اتحكم فيها بالمعلقة، جبت الماسك بقى عشان اقدر اتحكم فيها كويس، او عشان اقدر اقلبها، او امسكها بالكفر، لان ايدي ما كانتش نافعة، او المعلقة ما كانتش نافعة. صلوا على الرسول. حبيبي يا رسول الله، دايما زي ما احنا متعودين في فيديوهاتنا وفي قناتنا الجميلة نذكر الله ونصلي على الرسول، لأن الصلاة على الرسول جميلة، وذكر الله بتطمئن به القلوب. لا إله إلا الله. خلاص السمك بتاعي خلص خلاويص وبس كده. وشوفوا الكفر كان عامل ازاي، ما شاء الله. ببتدي بقى ارش رشة من الكزبرة. رشه من الكزبره بتديله طعم جميل. بعد ما بخلص بقى قليه، وبعد كده بحط الليمون لو حد حابب يعصر ليمون عليه. وبألف هنا يا رب. بوريكم منظر السمك كان شكله عامل ازاي، الكفر بتاعه كان شكله عامل ازاي. الكفر كريسبي جميل، مقرمش، خطير. السمكية من جوه طرية ولذيذة، ولحمتها حلوة قوي. فجربوه بقى بالطريقة دي. وأتمنى ان كل الطريقات بتاعتي او الطرق بتاعتي توصل لكم، واقدر اوصل لكم ولو معلومة تستفادوا منها حتى ولو كانت بسيطة. واستودعكم الله، وبوريكم شكل السمكة من جوه كانت جميلة جدا، وازاي كانت طرية ولذيذة وجميلة. الكركم عاطلها لون من بطنها، لان انا حاشية من بطن السمكة ومن بره. وبس كده، والفيديو بتاعي النهاردة خلص. واستودعكم الله. وكلمة حلوة من قلوبكم بقى، وتعليق حلو، واعملوا لي لايك واشتراك.